من خلال شغل الاكاديميات، المنتخبات، شغل الناس المتميزين. انا عارف ان الموضوع شق جدا سواء على ولي الامر او اللاعب، وكل واحد عنده طموح وده حقه، حق مشروع لينا كلنا. اللي ابنك او اخوك او اي حد من اللي موجودين عايز يبقى مميز او يبقى لعيب كوره موجود في يعني بيمارس كره القدم، فان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى ليه نصيب يبقى موجود في النادي الاهلي، او ان شاء الله باذن الله يكون موجود على الساحه الرياضيه. الكابتن شطه يعني بيوصل لكم رساله ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله في السنه دي في اختبارات اللي معموله للمتميزين على مستوى اكاديميات النادي الاهلي كلها على مستوى مصر، ان شاء الله مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي. التنسيق ده بين الكابتن شطه والكابتن بدر رجب. ده النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه اللي انا ما زلت بقولها وقلتها في اماكن كتير جدا سواء في الشرقيه او في زفته، الموضوع مش بسيط. انت عاوز ابنك يطلع لعيب كوره، في حاجات بتبقى ابنك انت عارف اللي عنده موهبه ولعيب وهيكمل ان شاء الله باذن الله. عارفكم انا طبعا انا من المنصوره منكم ومن قريه، ويمكن انتوا الحديث اتقال قبل ما اجي هنا من محل الدمنه يعني منكم. الموضوع كان شق جدا علينا واحنا صغيرين، يعني انا شايف اولاد امور سواء اخواتنا السيدات او الرجال، اللي مع ابنها واللي مع اخوها واللي سايبه شغلها والاخ اللي سايب شغله وجاي. احنا ما كانش حد بيمشي معانا، احنا كنا بنركب مواصلات ونروح اختبارات لوحدنا. فانت برضه ما تخليش الامور تبقى مع الولد رفاهيه اللي انت بتريحه على الاخر. ريحته على الاخر في الكوره هيتعبك. سيبه يحاول بقدر الامكان يطلع كل اللي هو عنده. ايه اللي هو عنده؟ اللي هو انت ما تقولوش عايز جزمه كوره جديده تقول له انا هجيب لك احدث حاجه، هوفر لك مش عارف ايه وهجيب لك ايه. طب انت فين الطموح اللي هو يعمله؟ فين الطموح؟ مفيش طموح. انت سهلت له كل حاجه. عشان كده لعيب كره القدم تصرف وعايزه مصاريف وعايزه تكاليف الوقت غير زمان. كل جيل وليه زمانه. بس انت برضه خليه يحافظ على نفسه، اكل كويس، يلتزم في الصلاه، نوم بدري، يبقى مجتهد في دراسته، يبقى عارف ان كره القدم ده حياته. على فكره يا جماعه كره القدم بقت مهنه زي اي مهنه بتتعمل. حضرتك عايز تطلع دكتور، عايز تطلع مهندس، الوقت كره القدم بقت حرفه، بقت مهنه، وكمان لو حافظت على نفسك هتطلع للمستوى اللي انت عايزه. انا